بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بحضراتكم. هنناقش نقطة مهمة في الكود الأمريكي وهي أطوال حديد تسليح especially ال additional top و bottom reinforcement في السوليد سلاب والفلات سلاب طبقا للكود الأمريكي. أول حاجة هناخد بالنا منها إن الكود الأمريكي مقسم البلاطات ل one way و two way، فهو مقالش solid slab و flat slab، هو بيقسمها طبقا للبيهيفير تحت تأثير الأحمال، ومين اللي هنتكلم على الجرافيتي لود. طيب لو دخلنا على شابتر 7 ال one way slab ودخلنا على reinforcement detailing وهنبص على الترمينيشن of reinforcement، هنلاقي عندنا 4 ملاحظات، 3 منهم ليهم علاقة بالحديد البوتوم وملاحظة واحدة ليها علاقة بحديد التوب. طيب أول حاجة هناخد بالنا منها في الكلاستر ده كلمة at simple supports. الكود الأمريكي عنده مصطلح لطيف قوي إن هو بيقسم السبورتس لسيمبل. سيمبل معناه إن هو in support مفيش سبان مكمل وراه، تمام. اللي بيبقى فيه سبان يمين وسبان شمال continuous فهو بيسميه other supports، تمام. طيب فهو جه هنا كده اتكلم اول حاجه ان اسمبلي سبورت، يبقى بيتكلم كده على السبورت اللي ناحيه اليمين او اللي زيه ناحيه الشمال. بيقول لك على الاقل التلت اوف ذا ماكسيمم بوزيتيف مومنت رينفورسمنت شال اكستند، لازم يستمر along the slab bottom in the support. النقطه دي هتبان معاك قوي لو انت بتتكلم في بلاطه ترانسفير سلاب او بلاطه زي احيانا في السعوديه بيكون عندنا البلاطه هيكون داخل عليها فاير تراك، عربيه مطافي، تمام، طلع على السقف نفسه. فساعتها الاحمال اللي بتكون عندك تقيله، فده بينتج عنه كميه حديد تسليح وفايز كتيره، تمام. لكن لو بتتكلم على بلاطه عاديه فلا، الموضوع مش هيبقى افكتيف قوي. ولكن لو بتتكلم على ترانسفير او على البلاطه اللي طلع عليها فاير تراك، فهو بيقول لك ان على الاقل التلت يكون تلت الحديد الماكسيموم يكون ممتد من السبورت للسبورت. فبالتالي انت مثلا ما ينفعش تحط له حديد اديشنال 5 فاي 32 لو عندك ترانسفير سلاب ويكون الشبكه المين بتاعتك 5 في 10، ده ما ينفعش خالص، تمام. فناخد بالنا من النقطه دي. طيب النقطه اللي بعدها هتلاقيه بينتقل بيك من المنطقه دي للمنطقه دي. تعال نقراها مع بعض. بيقول لك at other supports، كده بيتكلم في المنطقه اللي في النص. at least 1/4 of the maximum positive moment، يبقى كده بيتكلم من شويه كان بيتكلم في 1/3 اللي هي التلت، دلوقتي بيتكلم في 1/4 اللي هي ايه، الربع. بيقول لك ان هو شال extend along the slab bottom، وبيقول لك ان هو المفروض يعدي السبورت مسافه 150 مللي. دي تظهر لك قوي لو انت عندك حيطه، بالذات لو كان الدايركشن كبير، يعني انت متخيل لو عندك الحيطه من هنا لحد هنا، فساعتها انت مش لازم تمد الحديد لحد اخر الحيطه، لا انت بس مجرد هتدخله جوه السبورت 150 مللي، الامور عندك هتبقى طبقا للكود موفيه ان شاء الله، تمام. طيب مع برضه التاكيد على معلومه الربع. طب لحد دلوقتي احنا بنتكلم في البوزيتيف مومنت وبنتكلم في الوان واي سلاب. بعدين بيتكلم معاك at simple support and point of inflection، يعني هو كده بيتكلم في نقط الانقلاب للمومنت عموما والسمبل سبورت. فبيقول لك انت المفروض تلاحظ ان الدي بي اللي هو قطر البار نقدر نوفي بيه قيمه ال دي، يعني بيقول لك انت ما تختارش قيمه فاي معينه وتيجي تحسب ال دي تلاقي نفسك مش قادر تكمله، فلا ساعتها غير الفاي بحيث انك تعرف توفي قيمه ال دي. وبعدين بيوصف لك ال دي، بيقول لك ال دي عشان تختارها لازم تختارها طبقا لشرطين، الاي والبي، اللي هو الشرط ده والشرط ده. ولكن احنا هنيجنور الشرطين دول لان هو بعد شويه عنده مخرج بيقول لك if reinforcement terminates beyond the center line of support by a standard hook. يعني ايه؟ يعني لو انا وصلت لحد السنتر لاين، طبعا كده بنتكلم على السمبل سبورت، وصلت لحد السنتر لاين وبعدين كملت ال دي وراه، تمام. فبيقول لك لو انت عملت الكلام ده فانت A و B ممكن ما تبصش عليهم. طيب تعال نبص على الموضوع ده. انا هنا كده هوصل لحد السنتر لاين وامد ال دي، طب هو مش مكفي، ممكن اتني اعمل بنت بار واتني السيخ ويكمل معايا لفوق كده عادي خالص، وده هيبقى ال دي بتاعتي، تمام. طيب عند النقط الانفليكشنز فانا هوصل لحد نقطه الانقلاب وابتدي امشي منها ال دي. فبالتالي انا على السيف هشوف والله قيمه الاديشنال اللي انا محتاجه كان وليكن 4 متر، فهحسب ال دي يمين وهحسب ال دي شمال وهيكمل معايا شمال مره ويمين مره، واحسب طول السيخ اللي اطلعه في اللوحه. طيب كلامنا كده خلص على البوتوم
reinforcement في الوان واي سلاب. تعال نتكلم على التوب reinforcement في الوان واي سلاب، ان هو بيقول لك ان على الاقل التلت، وقصه التلت دي احنا ما بنركزش فيها قوي لان احنا بنحط الحديد اللي بيبقى ريكوايرد كله معانا، فما تركزش في فكره التلت قوي دي، ولكن ركز في فكره الطول اللي هتمده بعد الانفليكشن بوينت. يعني هو بيقول لك ان على الاقل تلت الحديد هيتمد بمسافه ما من الانفليكشن بوينت تساوي الدي، وال 12 دي بي او ال ان على 16. تعال نبص على الكلام ده. انا عندي هنا كده نقطه انقلاب، تمام. انا على السيف طلع لي وليكن الطول ده 3 متر، مش هحطه زي ما هو، انا هحسب الاكبر من الثلاث قيم دول، الدي اللي هو الدبث كامل ناقص الكفر، او 12 دي بي اللي هو 12 قطر السيخ، او ال ان المسافه من السنتر لاين لحد السنتر لاين على 16، ايهما اكبر هو ده اللي انا هاخده معايا، تمام. طيب تعال نتكلم بقى على البلاطات التو واي، والكود مخصص لها شابتر 8 بيتكلم عليها. اخش على الرينفورسمنت ديتيلنج، هبص الاقي الصوره الجميله اللي هو عاملها دي، هو محدد لي كل حاجه انا اشتغل بيها بشكل عامل ازاي. ولكن لو بصينا على عنوان الصوره دي هتلاقيه بيقول لك ان ده المينيمم اكستنشن فور ديفورمد رينفورس، ده المينيمم اكستنشن للاسياخ الحديد التسليح بتاعتنا ان تو واي سلاب without بيم. يعني كده بتكلم على بلاطه فلات سلاب هي without، هي ما فيهاش بيمز. طب هي لو بيم هيبقى ايه وضعها؟ لو فيها بيم وانا عندي البلاطه سوليد سلاب، لو دخلت على السكوب بتاع الشابتر هيقول لك ان البلاطات التو واي ذات الكاميرات هي داخله معاك في نفس البند. يعني هو كده بيتكلم على الفلات سلاب والسوليد سلاب التو واي، ولكن مع ملاحظه صغيره ان هنا كده بيتكلم في ان هو مقسمها قسمين، واحده without drop beam، واحده ما فيهاش drop beam، وواحده فيها drop beam. فبالنسبه لي البيهيفير بتاع التو واي سلاب لما بتكون سوليد سلاب هتبقى ابيل او اقرب للبلاطه الويز دروب بانل، تمام. فرق بينهم الحقيقه مش كبير خالص يعني. فلما اجي ابص عليها كده هتلاقي ان هو بيقول لك ان حديد الطب سواء كان في كونتينوس سبان او كان في اندد سبان بالشكل ده، فهو بيقول لك ان هو هيمد لو عندي ويز دروب بانل او ويز بيم بقى بالنسبه لنا، فهو بيقول لك هيمد تقريبا التلت، بس التلت منين؟ من وش العمود. هو طبعا عمل تفصيله لو هيقسم على رئتين او طبقتين، بس احنا مش هنعمل كده، احنا بنطلعها كلها على رئه واحده. فهو بيقول لك ان على الاقل تديله التلت، تمام. طيب نفس الموضوع هنا برضو في كمان شرط مهم قوي، ان هو بيقول لك ان الحديد الطب لازم يكون بنت بار، لازم يكون ماشي ويلف برجل، ما ينفعش ان انا اقطعه هنا كده او ادخله مسافه صغيره 150 مللي ولا حاجه، ما ينفعش، لازم اكمله والففه برجل بالشكل ده، تمام. طيب يبقى انا كده بالنسبه لي هي تقريبا التلت همده من وش سبورت، تمام. بس بيقول لك هنا كده خد بالك النوت ليس ذان 5 دي، يعني انت هتحسب الطول ده بس هو ما يقلش عن ال5 دي، 5 الدبث بتاع البلاطه ما تروح منه الكفر. طب عظيم كده. هنا مقسم لك البلاطات دي لكولوم ستريب وميدل ستريب اللي هي الفيلد ستريب بالنسبه لها، تمام. الفرق بينهم ما هوش كبير خالص، هو الميد ستريب ملي ما بيكونش عندها اديشنال كتير عند النيجاتيف، يعني احنا عاده بنحط النيجاتيف في الكولوم ستريب، بالنسبه لنا كنيجاتيف هو هيبقى ماشي معانا ده بشكل احسن، هيبقى جفرن اكتر، تمام. طيب همد قد ايه بقى الحديد البوتون بتاعي؟ قال لك والله في سيخين على الاقل لازم يخشوا بالشكل ده، يعني ياخدوا ديفلوبمنت لانث كامل بالشكل ده، وانا اعرف تفصيلته دلوقتي ان شاء الله. الباقي كله ممكن يخش 150 مللي من طرف السيخ. طيب هو هنا بيقول لك اتليست 2 بارز شال كونفيرم الكلاستر او البوينت بتاع 8 7 4 2، فلما تنزل على 8 7 4 2 هتلاقيها الاستراكشر انتجريتي، تمام. طيب تعالى نقراها مع بعض. هيقول لك all bottom deformed bar، كده كلامنا ده دلوقتي على حديد البوتوم في التو واي سلاب، وبنتكلم على السيخين بس، ما بنتكلمش على كل الاسياخ. يعني هو بيقول هنا all bottom، تمام، ولكن الكود مديني اكسبشن من شويه في الصوره، فبالنسبه لي الموضوع هيكون بتكلم على السيخين دول بس، تمام. طيب
فبيقول لك all bottom deformed bar or deformed wires within the column strip in each direction shall be continuous. وان احنا لو ما عرفناش نخليها continuous هنعمل لاب سبلايس. فبيقول لك اللاب سبلايس دي هتكون accordingly كلاستر 2557 or class B، ودي اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي class B tension lab supplies according with 2552. تعالى 2552 هتلاقيه صغير خالص، بيقول لك if bar of different sizes are lab supplies in tension، هو بيسميها ال LST shall be the greater of LD development length اللي انت حسبته، او طول السيخ اللي هو ال L نفسه. فبالتالي المنطقة دي بالنسبة لي اللي هو السيخين اللي كنا بنتكلم عليهم من شوية، نفتكرهم ومنتوش. السيخين اللي كان بيتكلم عليهم دول هياخدوا الديفلوبمنت لينث بتاعهم الكافي. كده احنا لخصنا اهم النقط واحنا بنختار حديد الاديشنال، التوب والبوتوم في الفلات سلاب والسوليد سلاب، سواء كان الوضع بتاعها 1 واي او 2 واي طبقا للكود الامريكي. شكرا لكم جدا، كان معاكم احمد نصرت من تريننج مينتورز.